إسرائيل كتعترف بشكل رسمي بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كيوجه رسالة للملك محمد السادس ملك المغرب كيعترف رسميا بالصحراء المغربية. هادشي كامل ما جاش من فراغ، هادشي كامل جا نتيجة واحد العمل، واحد الاستراتيجية اللي ناهجها واللي كيقودها الملك محمد السادس. وكذلك عندنا وزير الخارجية ناصر بوريطة عنده كفاءة محنك. اذا هادشي كامل كما قلت جا نتيجه واحد العمل، توسيع الاتفاقيات مع المغرب كيوسع الاتفاقيات ديالو، وكذلك الاعتراف الالماني بالصحراء المغربيه، الاعتراف الامريكي بالصحراء المغربيه، تحرير كما كنقولوا تحرير المغرب عبر قرقرات عسكريه من المرتزقه ديال البوليساريو. وكذلك ان اسرائيل كتعين اول مره ملحق عسكري في الرباط، وكاين تدريبات عسكريه ما بين اسرائيل وامريكا والمغرب، ذاك المناورات الامريكيه المعروفه بالاسد الافريقي. وهذا الشيء كما قلت كله ما كيغيرش المواقف ديال المغرب تجاه القضيه الفلسطينيه، ان المغرب ديما كيرفض العدوان الاسرائيلي تجاه اخواننا الفلسطينيين، وكذلك انه كيرفض استيطان اسرائيل في الضفه الغربيه، دير علاقات ولكن كذلك كيدافع على حقوق الفلسطينيين.